حينما بدأ عملنا يكبر ضد العدو الإسرائيلي سارع أصدقائه إليه بالطائرات علشان يمكنوه من الاحتفاظ بالأراضي المحتلة، علشان يمكنوه من أن يفرض إرادته على الأمة العربية. في سنة 69 بدأت إسرائيل تتسلم طائرات الفانتوم، طائرات السكاي هوك، وبدأت أمريكا تتكلم عن حفظ التوازن. ما هو التوازن في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لأمريكا؟ التوازن في رأي أمريكا وقادة أمريكا هو التفوق الكاسح لإسرائيل. ومن حوالي 40 يوم تكلم الرئيس الأمريكي عن طلب إسرائيل لصفقة الأسلحة 150 طيارة جديدة فانتوم سكاي هوك، وقال إن إسرائيل متفوقة جدا على العرب وهي ليست في حاجة إلى أي طائرات أخرى الآن، ولكن إذا اختل التوازن الحالي فسنعطي إسرائيل ما طلبته، ولن نسمح بأن يتأثر التفوق الإسرائيلي. وبعدين قال إن أمريكا قررت في الوقت الحالي إنها تدي إسرائيل 100 مليون دولار مساعدة اقتصادية. إذن التوازن في رأي الولايات المتحدة الأمريكية هو الاحتفاظ بالتفوق الإسرائيلي الكاسح. إذن التوازن هو تمكين إسرائيل من الاستمرار في احتلال الأراضي العربية. إذن التوازن في رأي السياسة الأمريكية هو تمكين إسرائيل من أن تبقي هذا الشعب العربي الموجود في الضفة الغربية وفي غزة وفي الجولان وفي سيناء تحت ربقة الاستعمار الإسرائيلي وتحت ربقة العنصرية الإسرائيلية. إذن التوازن في رأي السياسة الأمريكية أن تبقى إسرائيل معتقلة 15,000 شاب عربي فلسطيني، أن تقتل إسرائيل الفلسطينيين بالليل وبالنهار تحت اسم المقاومة الفلسطينية أو مقاومة الإرهاب. إذن التوازن بالنسبة للسياسة الأمريكية، سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، هو عرقلة أي مقدرة هجوم مصري لاستعادة الأرض المصرية التي احتلتها إسرائيل سنة 1967. هجوم لا يستهدف العدوان ولكن يستهدف التحرير، هجوم لا يقصد التدمير ولكن يقصد التطهير. التوازن في رأي الولايات المتحدة الأمريكية أن تستمر إسرائيل في ضربنا في العمق، ضرب مصانعنا، ضرب مدارسنا، ضرب المدنيين، ضرب منشآتنا الاقتصادية. إسرائيل أخذت الفانتوم وأخذت السكاي هوك في سنة 69 ولا زالت لغاية دلوقتي كل شهر بتستلم 4 طيارات فانتوم بالمقدرة الجوية الجديدة التي أعطتها أمريكا لإسرائيل في سنة 69. أصبح العدو الإسرائيلي في مقدوره أن ينفذ بالعمق لكي يضرب أهداف بعيدة ويرغمنا على بعصرة قوته. ضربوا المدنيين وقتلوا العمال، ضربوا المدارس، قتلوا الأطفال، استخدموا في كل هذا الطائرات الفانتوم الأمريكية التي استلموها في سنة 1969. كانت تصريحات والتهديدات من قادة إسرائيل أنهم سيضربوا في كل مكان في مصر حتى تخضع مصر لإرادتهم وتقبل شروطهم. بل قال أحد قادة إسرائيل، قال كده بالحرف الواحد، إنهم هيهدوا مصر كلها ومش هيخلوا فيها مبنى قائم. طبعا هو كان بيقول هذا الكلام وهو يشعر إن وراء الولايات المتحدة الأمريكية تديله الطيارات الفانتوم قاذفة القنابل، بتديله الطيارين، بتديله الفنيين، بتديله عمال الصيانة تحت الجمع بين الجنسية الأمريكية والجنسية الإسرائيلية، وفي نفس الوقت بتديله قروض طويلة الأجل حتى لا يدفع أي ثمن في الحصول على هذه الأسلحة. طبعا لما بيشوفوا ده بيقولوا ويصرحوا إنهم قالوا وصرحوا في 67 و68 و69
ان مصر اذا ما قبلتش شروطهم هيهدوها، هيهدوا، مش هيخلوا فيها اي منشأة اقتصادية، وهيضربوها ويدمروها، وانهم يعتمدوا في هذا على مقدرتهم الجوية. طبعا كل هذا حتى نشعر بالخوف والرعب ونخضع لإرادتهم ونقبل شروطهم. وأنا كنت أعلم أيها الإخوة أنكم تقبلون التضحيات الغالية، ولكن لا يوجد بينكم جميعا من يرضى بالخضوع والاستسلام. يوم 2 فبراير الماضي بلغتنا أمريكا، ممثل أمريكا الموجود هنا في القاهرة بلغنا بمذكرة رسمية الآتي: قال إن إسرائيل الآن تقوم بغارات عميقة في داخل مصر، وإن أمريكا تشعر بالقلق بالنسبة لهذه الغارات العميقة، وتشعر بالأسف على الضحايا اللي بيسقطوا نتيجة الغارات الإسرائيلية العميقة. وعلى هذا فهي تنصحنا بأن نعلن قبولنا في الحال لوقف إطلاق النار، وإذا لم نقبل وقف إطلاق النار فإن الغارات الإسرائيلية في عمق البلاد ستستمر بصورة أكبر وستزداد، والغارات الإسرائيلية ستزداد. وكانوا يعتقدون أن هذا سيخيفنا أو سيجعلنا نتردد ونقبل أن نخضع أو نستسلم. قلنا أيها الإخوة أننا نوافق على وقف إطلاق النار إذا أعلنت إسرائيل وضمن هذا مجلس الأمن موعد الانسحاب القوات الإسرائيلية المعتدية من الأراضي العربية المحتلة كلها، مش من سيناء بس، من سيناء ومن غزة ومن الجولان ومن الضفة الغربية ومن القدس. هذا هو السبيل الوحيد حتى نقبل إطلاق النار. أيها الإخوة، مرينا في أوقات عصيبة ومرت بنا أوقات شديدة جدا، وكانت هناك تضحيات في كل مكان، كان في قتلى، كان في شهداء أبرياء، أطفال. كلكم عارفين إن الأيام العصيبة التي مرت بنا كيف قابلها الشعب هنا في مصر. أنا قابلت ناس أجانب كتير، كلهم كانوا بيستغربوا، كلهم كانوا جايين مستنيين الشعب المصري يغمى عليه وينهار بعد هذه الغارات الإسرائيلية. ولكن أنا قابلت عدد من كبار الصحفيين الأجانب، الصحفيين الأمريكيين، كانوا بيسألوني، بيقولوا إنهم جم ومستنيين الانهيار المصري نتيجة الضرب الإسرائيلي بطيارات الفانتوم الأمريكية على مشارف القاهرة، في حلوان وفي المعادي وفي بوزعبل وفي الخنكة وفي دهشور والتل الكبير. ولكن اللي لقوا الشعب أشد عند وأشد صلابة، وسألوا إيه السبب؟ قلت لهم أنتم ما بتعرفوش، هذا الشعب وراه من الحضارة 7000 سنة، ورث تجارب آبائه وأجداده، يعرف كيف يصمد. أيها الإخوة، أنا قلت في سنة 56: لقد كانت مصر دائما مقبرة للغزاة، وستبقى مصر بعون الله دائما مقبرة للغزاة بفضل صمود هذا الشعب وقوة هذا الشعب. أيها الإخوة، ثم بعد هذه الأوقات العصيبة وبعد هذه الأوقات الشديدة وبعد الضحايا التي قابلناها وبعد العدد الكبير من الشهداء، استطعنا أن نعيد ترتيب أنفسنا وأعدنا تقدير خططنا، ووجدنا أن العدو في هذه الأيام استعاد زمام المبادرة من الجو، واستطاع العدو أن يتباهى. كانوا القادة الإسرائيليين كل واحد يطلع زي الطاووس يتباهى إن احنا نقدر نضرب أي حتة في مصر، وهنضرب المصريين لغاية ما يخضعوا، وهم مغرورين غرور كبير جدا، وهنضرب المصريين ولازم مصر تستسلم ولازم مصر تقبل إرادتنا. وحينما استعاد العدو زمام المبادرة من الجو، وهو طبعا احنا يعني هو كان بيستعد لهذه العملية الحقيقة 10 سنين، من 10 سنين. احنا كان عندنا غلطة ان احنا لم نقدر التقدير الصحيح في الماضي، لم نستعد كما استعد العدو، ولكن احنا قلنا نحن فعلا كنا نريد السلام
ولكن العدو كان يريد التوسع.